إلى ملعب لوسيل والمؤتمر الصحفي للمدربين بعد المباراة النهائية. رائعة، تنظن نهائي يعني الكل استمتع به. بطبيعة الحال كنا تنتمناو الأفضل لمنتخبنا، ولكن هنيئا للمنتخب المغربي بالفوز. عرف كيفاش يتعامل بعض تفاصيل المباراة نظرا للخبرة تاع اللاعبين تاعو. بالنسبة لي لما تلعب نهائي وتلقى هدف بداية تاع المباراة بالشكل اللي تلقيناه ممكن يأثر عليك، وممكن المنتخب في غياب مجموعة من اللاعبين العناصر الأساسية تاع المنتخب ممكن ينهار. ولكن المنتخب الأردني بين على شخصية قوية. رجعنا في المباراة بين الشوطين، حكينا مع اللاعبين، قمنا بتغييرات، رجعنا كنا الأفضل في الشوط الثاني. تلقينا هدف أواخر الدقائق كان ممكن أن نسجلوا من بعد منه، ولكن افتقدنا الفعالية في الفرصة اللي جاتنا. من بعد في الأشواط الإضافية يعني الهدف اللي سجله أبو طه هدف رائع، يعني لو انحسب كان ممكن يغير مجموعة من الأشياء. ثم تلقينا هدف بكرة ثابتة اللي ما تعاملناش معها بشكل جيد. تنظن بأن الخروج ديال ديارة في هذيك اللحظة كان غير موفق، لأنه من اللاعبين الأساسيين عندنا في الكرة الثابتة. ثم حاولنا أننا نرجع في المباراة. المنتخب المغربي أغلق جميع المنافذ، ما بقاش عندنا خيارات كبيرة. على العموم فخور بأداء اللاعبين وتنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله نفتح باب الأسئلة، تفضل. إن شاء الله. السلام عليكم، كابتن جمال سلامي، جواز سليمان من الأردن. أولا بنحيي منتخب النشامة على وصوله لنهائي كأس العرب، نحكي لك هارد لك. كنا نأمل أن يتواصل أفراح الشعب الأردني وأن يتوج باللقب. كابتن جمال، للدقيقة 87 منتخب الأردن متقدم، ما الذي حصل مع منتخب النشامة حتى عاد المنتخب المغربي في المباراة؟ وهل يتحمل يزيد أبو ليلى خسارة منتخب الأردن في مباراة اليوم بتلقي أهداف قد يكون تسبب فيها حارس المرمى؟ شكرا. بالنسبة للهدف اللي سجله المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة، فهذا الشيء كله تيحدث لأنه شفنا كيف الحكم رفع الراية على وجود تسلل، ثم ما كانش في تسلل لأن كانت رجل أحد اللاعبين تاعنا هي اللي منعت حالة تسلل، وبالتالي يعني تفاصيل بسيطة تتوقع. تنظن بأن الشعب الأردني وكل محب لكرة القدم الأردنية ما يمكن إلا أنه يكون فخور بهذه اللاعبين. يعني في ظل الأشياء اللي صارت معنا خلال هذه البطولة، الأداء اللي قدمه المنتخب الأردني خلال هذه البطولة فهو يشرف كل أردني. يعني بطبيعة الحال الكل كان يأمل أننا نفوز بالكأس، وهذا كان يعني الرغبة تاعنا والطموح تاعنا والأمل تاعنا. ولكن يزيد أبو ليلى بالنسبة لي لاعب مهم جدا في المنتخب وقائد، وما نساوش أنه هو كان له دور كبير، هو اللي وصلنا لهذا النهائي، لأنه تدخلاته في مباريات أخرى كانت حاسمة، وبالتالي لا يمكن أن نؤاخذه على أي شيء في خلال هذه المباراة ولا جميع اللاعبين. يعني بالنسبة لي اللاعبين أدوا أكثر من المنتظر منهم باش يجاريوا منتخب مغربي بهذا المستوى وبهذه النوعية تاع اللاعبين، فما يمكن إلا أننا نكونوا فخورين بهم. السلام عليكم، لطفي الزعبي من قناة ومنصة المشهد في دبي. كابتن جمال، بدي أقول لك ألف مبروك، هذا الفريق الرائع اللي قدمت لنا إياه اليوم. بعيدا عن بعض التفاصيل اللي خلت المنتخب الأردني يخسر، كان الفوز كان ممكن جدا للأردن. بدي أبارك للمغرب على منتخب برفع الرأس، قدموا أداء رائع جدا. سؤالي كابتن جمال، هل ستكمل مع المنتخب الأردني لغاية كأس العالم ثم لكأس آسيا القادم؟ سمعت وعلمت أن هناك عروض وصلت لك، هل ستكمل مع المنتخب؟
آه، بعد بعد تأهلنا لكأس العالم حكى معايا أمير علي رئيس الاتحاد، وطلب مني أنني نبقى في الأردن، يعني نبقى مسؤول على المنتخب الأردني. وقلت له بأنني ما جيتش الأردن باش ندير إنجاز ونمشي، يعني جيت الأردن باش نبني فريق وعندي مشروع، والوقت اللي غادي نحس بأن المشروع وصل ووقف على رجليه غنجي نطلب منك أنني نغادر. اليوم كان شرف كبير ليا أنه سمو ولي العهد خبرني أنه جلالة الملك الوالد تاعو طلب منه مباشرة أنني نحصل على الجنسية الأردنية. يعني أنا مازال في الأردن. هذا شرف لنا يا كابتن. كوتش جمال، درتو يعني مشوار رائع في البطولات العرب هذا، في الفينال لعبتو بكل قتاليه. شنو هو يعني اللحظه اللي دارت لا ديفيرونس في هذا الماتش هذا؟ والسؤال الثاني، يعني انا عارف بان الاحاسيس ديالك مختلطه اليوم ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الاردني، يعني بغيت نعرف، بغيت توجه رساله للمنتخب المغربي اللي غادي يلعب كاس افريقيا، شنو غادي تقول ليه؟ شكرا. إذا كنت غنوجه رسالة للمنتخب المغربي، فأنا من المساندين الكبار للمنتخب المغربي والمشجعين الكبار للمنتخب المغربي خلال إفريقيا التي ستقام بعد 3 أيام إن شاء الله. ويعني وحلمي ورغبتي ويعني وكل المتمنيات تاعي أن المغرب يفوز بكأس إفريقيا التي ستنظم في المغرب. وتنتمنى التوفيق الكامل إن شاء الله لصديقي وليد ركراكي والطاقم اللي معاه، لأنه الحصول على كأس إفريقيا هو الحلم تاع كل مغربي في هذه اللحظة هذه. بالنسبة للمشاعر تاع المباراة، يعني أول مرة تنحس بواحد الإحساس غريب جدا أنني واقف وتنسمع النشيد الوطني المغربي يعزف وأنا ماشي في البنش تاع المغرب. يعني إحساس يعني قوي جدا. ولكن كان علي أنني نقدم أفضل صورة وأفضل منتوج كروي مع المنتخب الأردني. تنظن بأن فخور جدا بما قدمه اللاعبين اليوم، وسعيد المباراة اللي قدمناها. يعني الحسرة الوحيدة هو أن كنا نتمنى نفوزوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مازال عندنا إن شاء الله مشوار فين أننا نقدموا الأفضل في المستقبل إن شاء الله. مالك طرابلسي للإذاعة والتلفزيون التونسي. هارد لاك كوتش جمال. أكيد هناك نقائص. منتخب الأردني الآن أصبح يصل إلى النهائيات، دخل في مرحلة جديدة بعد كأس آسيا، نهائي كأس آسيا، اليوم في كأس العرب. ما الذي ينقص المنتخب الأردني؟ هل هو عامل ذهني أكثر من أنه عامل بدني؟ لأنه شفنا منتخب أردني ممتاز على المستوى البدني في كل المباريات. هذا الذي تفكر فيه كوتش جمال مستقبلا وأنت على أبواب كأس العالم؟ يعني بالنسبة لي كاين دروس مهمة من المشاركة تاعنا في كأس العرب. يعني استخلصناها في مجموعة من التقارير اللي أعددناها بعد المسابقة. هو أول شيء هو تطوير المنافسة المحلية. يعني أهم شيء لازم تقوم به يعني كرة القدم الأردنية هو مساعدة الأندية على تطوير
المنافسه تاع يعني تاهيل الانديه باش يصيروا عندها مؤسسات وتجهيزات وامكانيات اللي ترفع من مستوى التباري. لان الشيء اللي قدموه اللاعبين الاردنيين في هذه المسابقه يعني انهم قادرين انهم ينافسوا يعني انهم قادرين انهم ينافسوا لاعبين اللي تيلعبوا في مسابقات قويه جدا. يعني واجهوا المنتخب السعودي اللي اللاعبين نتاعو كلهم تيلعبوا في روشن، وواجهوا اليوم المنتخب المغربي اللي اللاعبين نتاعو كلهم تيلعبوا في مستويات عاليه جدا. وبالتالي هاد اللاعبين اذا توفرت لهم الظروف والامكانيات فما يمكن الا انهم يقدموا الافضل. وبالتالي من بين الاشياء المهمه في المرحله المقبله هي مساعده الانديه على تطوير الامكانيات تاعها والرفع من وتيره التنافسيه داخل الدوري الاردني. ثم اننا تنطمحوا وتنتمناو ان التسويق اللي صار في هذا الدوري هذا مسابقه تاع كاس العرب تفتح افاق مجموعه من اللاعبين الشباب الاردنيين انهم يلتحقوا بدوريات قويه. وهذا كله مكسب لكره القدم الاردنيه والمنتخب الاردني في مستقبل الدورات ان شاء الله. سلام كوتش منصف عدي قناة ميديا ان تيفي المغربية. أكيد هنيئا للمغرب بهذا اللقب وهنيئا لنا بإطار وطني أبدع رفقة الأشقاء الأردنيين في هذه البطولة. كيف ما كنقولوا بلغة الكرة برافو. يعني شفنا مباراة للتاريخ اليوم واستمتعنا بمباراة يعني بنكهة مونديالية. سؤالي هنا كانوا بعض التأويلات في الندوة الصحفية قبل المباراة، تصريح قلت فيه أن طارق السكتيوي هو المدرب المرتقب للمنتخب المغربي بعد تتويج بالكأس إفريقيا وكذلك المونديال، وكأن القرار اتخذ يعني من جهات معينة. أظن أن الوقت قد حان للرد يعني لتوضيح أكثر، وكذلك رأيك في أداء بعض اللاعبين خصوصا محمد ربيع حريمات الذي توج الأفضل في هذه النسخة. شكرا. يعني أنا الكلام اللي قلت أن طارق يعني من وجهة نظري يعني هذا رأي تاعي يعني بعد إن شاء الله ما يفوز وليد ركراكي بكأس إفريقيا في المغرب وأنه يقود المنتخب المغربي في كأس العالم، يعني نتمنى أنني نشوف وليد في دوري أوروبي. يعني الاشواط اللي غيكون قطع وليد يعني اشواط رائعه وما يمكن تخول لي الا انه ممكن انه تكون عنده فرصه في الالتحاق بدوري اسباني ولا دوري فرنسي ولا دوري برتغالي ولا. وبالتالي حكيت على انه طارق يعني في مساره مؤهل انه يكون خليفه الوليد، بحال ان وليد ان شاء الله انتقل للافضل. وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي انا مش يعني ما عنديش رغبه في الوقت الحالي وما عنديش استعداد وباقي ما جاهزتش انني نكون مثلا من الاسماء المرتقبه لقياده المنتخب. يعني هذا هما الاشياء اللي حكيتهم. وطريق يعني يستحق الافضل، يعني الشيء اللي قدمه اليوم طريقه تدبيره المباراه وبالتالي يعني لاعب اللي مارس في اعلى المستويات في اوروبا، لعب في المنتخبات السنيه كلها تاع المغرب، غادي في مسار جيد. يعني صار عندنا مدربين مغاربه اللي ما بقاش مطروح عندنا التخوف على القياده تاع المنتخب. هذا هو اللي عنيته. بالنسبه لربيع حريمات كان مميز خلال الدوره كما كان في الشان، لاعب مميز، نتمنى ليه التوفيق، نتمنى ليه ان شاء الله الافضل. وبطبيعه الحال يعني كقائد المنتخب يستحق الجائزه اللي فاز بها. السلام عليكم. محمود الفضلي، وكالة الأنباء القطرية. كوتش هارد لك.
أنا سأجيبك كوتش. أنت تقول أن الأردنيين يجب أن يكونوا هم فخورين. هم فعلا فخورين بمجمل ما قدموا المنتخب في بطولة كأس العرب وبالمكتسبات التي تحققت. سؤالي كوتش هو بعد هذا العرض الراقي الرائع على المستوى الكروي الممتع جدا والذي يضاهي فعلا المونديال كما تفضل زميلي، ما الذي دار بينك وبين طارق بعد شفناك يعني توقفت معه مطولا؟ هل كان حديث على العرض الفني اللي قدم من المنتخبين في الوجبة الدسمة اللي شفناها اليوم؟ شكرا جزيلا. يعني طارق يعني إنسان عزيز عليا، يعني تنحبه كثير، تنقدره كثير. واقتسمنا مجموعة ديال التجارب في التكوين ديالنا داخل الإدارة الوطنية المغربية، وتنعرف القيمة تاعو، تنعرف يعني المؤهلات تاعو لا الشخصية ولا التكوينية. فأنا هنيته مرة أخرى، قلت له أنه يستاهل، وقلت له على الحكي اللي حكيته يعني بخصوصه، يعني حكي من القلب. يعني ما كنتش نحاول انني ندير ضغط عليه ولا انني نتسبب في تشتيت التركيز تاعو. يعني اقتسمنا كلام يعني بيننا، يعني كما هنيته حتى هو هناني على المستوى اللي قدمناه وعلى العرض اللي قدمناه، وهذا كله مكسب لينا. يعني اطر مغربيه تمثل يعني بلدها بكل اعتزاز بكل فخر. يعني انا شرف لي انني نقود المنتخب الاردني ونوصلوا لهذا المستوى، نوصلوا لهذا النهائي بهذا المستوى يعني رائع جدا. يعني ما تنظنش ان اي واحد كان ينتظر منا هذا المستوى هذا، ولكن الشيء اللي قدمناه تبقى فخر لينا. يعني وتيغطي شويه على الغبن اللي تنحسوا به من النتيجه النهائيه. شكرا. خالد رفاعي، عين الصقر سبورت. أول شيء مبروك كابتن على اللي وصلنا له مع المنتخب الأردني. قبل سنة ونص استلمت المنتخب الأردني وتحدثت عن المنتخب الرديف وأن المنتخب الأردني في البدائل عدد قليل. اليوم سؤالي نحكي بالمستقبل، هل وجد الكابتن جمال السلامي البدلاء للمنتخب الأول؟ يعني أنا منذ مجيئي المنتخب الأردني واستلامي مهام العمل تاعي، حكيت هذا الشيء مع اللاعبين اليوم قبل المباراة. يعني أول اجتماع كان عندي مع اللاعبين حكيت لهم أننا غنوصلوا لمستويات لا ينتظرها أحد، وأنا عندي اليقين بأنهم ممكن يطوروا الأداء تاعهم وأنهم يوصلوا المنافسات الكبيرة. وتأهلنا لكأس العالم، واليوم لعبنا نهائي كأس العرب. يعني عندي تصور للمشروع. بالنسبة لي يعني كخبير في كرة القدم الإفريقية، تقترح علي أنني نكون خلال كأس إفريقيا المقبلة في المغرب أنني نكون عضو في فريق العمل التقني، يعني تكنيكال جروب ستادي. فاعتذرت لأنني غادي نكون مع منتخب أقل من 23 سنة اللي غيشارك في كأس آسيا الأقل من 23 سنة. يعني بالنسبة لي كأس إفريقيا في المغرب، والمغرب إن شاء الله غيتوج بها، ف يعني الحضور مع هذه العينة من الخبراء كان ممكن يكون مكسب لي، يعني الحضور ونظهر في الشاشة. ولكن كمسؤولية مع الاتحاد الأردني، فأنا قررت أنني نروح مع المنتخب قبل 23 سنة لأنه تحت الإشراف تاعي، لأن هذا المنتخب هو الخزان تاع المنتخب الأول. وبالتالي تنطمحوا أننا هذا المنتخب يظهر بشكل جيد إن شاء الله في النهائيات، وأن الشيء اللي شفناه في هذه الدورة تاع كأس العرب نشوفه كذلك في النهائيات تاع قبل 23 سنة، باش يصير اطمئنان أكثر عند
الناس المسؤولين والمحبين لكرة القدم الأردنية إن شاء الله. عبد العزيز السلمان، فرسان الرياضة. كابتن جمال، شكرا لك أول شيء على هذا المنتخب. الحقيقة اللي مثل ما تفضلوا الأخوان وجبة رياضية ومنافسة قوية جدا اليوم، أظهرت فعلا يعني تكتيك مدربين من الجهتين بكل أمانة. سؤالي، هل الكابتن جمال مقتنع تماما بهذا المنتخب لكأس العالم، أو راح يضيف لعيبة يعني نقول كتدعيم للمنتخب؟ إذا كان يعني المنتخب يعني يحتاج تدعيم أو لا، هذا سؤالي في طبعا الاستحقاق القادم وهو كأس العالم. يعني نحن دائما نسعى للأفضل، ونسعى لتطوير أداء اللاعبين وأداء المنتخب. الحمد لله الوجه اللي ظهرنا به في هذه الدورة ممكن أننا نظهر بأفضل منه. المطلوب من اللاعبين هو الاستمرار والاجتهاد، لأنه لائحة كأس العالم ما تكونش موسعة، تكون قليلة. في هذه الدورة كانوا غيابات كبيرة عندنا، كاين منافسة في المراكز. أي لاعب يكون يعني في أفضل حالاته غتكون عنده فرصة في أنه يلتحق بالمجموعة، وبالتالي المجموعة النهائية اللي إن شاء الله تكون في كأس العالم نتمنى تكون هي الأفضل والأكثر قدرة على الظهور بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم، لأن عندنا طموح أننا نمثلوا الأردن، نمثلوا كرة القدم العربية أفضل تمثيل إن شاء الله. السلام عليكم كوتش. آدم زراردي، صحيفة الرياضي. كوتش، ما هي الدروس التي استخلصتموها ربما من المنافسة العربية هذه، وفي ماذا ستفيدكم الكأس العالم؟ لديكم مواجهة عربية في كأس العالم أمام المنتخب الجزائري وأيضا بطل العالم الأرجنتين، فما هي ربما الدروس التي استخلصتموها وماذا استفدتم من هذه المنافسة، وهل ستفيدكم في هذه المواجهة العربية التي ستأتي في كأس العالم طبعا؟ يعني دروس كثيرة استخلصناها، هو أن عندنا القدرة على الظهور بشكل أفضل. لاعبين أصبح عندهم يعني إدراك كبير ووعي كبير متطلبات اللعب. المستوى اللي شافوه واللي يعني تنافسوا فيه في هذه الدورة ما يمكن إلا يخليهم يجتهدوا أكثر، لأن هذا هو الهدف تاعنا من المشاركة في دورات بحال هذه، والمشاركة واللعب ديال مباريات إعدادية أمام منتخبات قوية، هو إدراك اللاعبين على متطلبات اللعب في المستوى العالي. وبالتالي كسبنا مجموعة من اللاعبين اللي أنا فخور بهم رغم قوة المنافسة، فقدروا أنهم يجاريوا منتخبات قوية جدا. وبالتالي أهم شيء في كرة القدم هو الاستمرار والاستقرار في مستوى ديال العطاء من المستوى العالي. تنظن بأنه الآن اللاعبين صبحوا أكثر إدراك لشنو تنتظرهم، والمنافسة غتشتد على المراكز، وهذا كله ما يمكن إلا أنه يرفع من القيمة الفنية تاع المنتخب إن شاء الله. جوزيف أبي شاهين، وكالة الصحافة الفرنسية. كابتن جمال، قبل 6 أشهر من كأس العالم، ما هي خارطة الطريق للمنتخب الأردني؟ هل ستكون مباريات ودية ومعسكرات تقليدية أم لديك تصور محدد لهذا التحضير؟ أول شيء في التخطيط تاعنا المستقبلي لكأس العالم هو تحضير المنتخب تاع أقل من 23 سنة للمسابقة تاع كأس آسيا المقبلة والظهور بشكل قوي، لأن عندنا مجموعة من اللاعبين الذين نتابعهم في هذا المنتخب ونترقب أنهم إن شاء الله يكونوا لاعبين تاع المستقبل. ثم في المرحلة الثانية كاين افتتاح مركز الكرامة بملعبه الجديد، وبالمركز اللي غيكون خاص بالمنتخب الأول، اللي غيكون مركز مهم جدا لنا باش نتابعوا اللاعبين المحليين لتطوير الكفاءات تاعهم والمهارات تاعهم والقدرات تاعهم للتباري في المستوى العالي. ثم عندنا تخطيط لشهر 3 غنلعبوا 2 ديال المنتخبات قوية، ثم قبل المونديال عندنا 2 ديال المنتخبات كذلك إن شاء الله اللي غنتباراو معهم في نفس القيمة تاع الأرجنتين ونفس القيمة تاع منتخب النمسا
النمسا. المنتخب الجزائر لعبنا من قبل مع المنتخب التونسي، وخلال هذه الدورة فحنا لعبنا كرة القدم العربية، وبالتالي يعني المنتخب الوحيد اللي ممكن يشبه المنتخب الجزائري ويكون قريب منه هو المنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي عنده منافسين من نوع آخر، وبالتالي ما غاديش نواجهوه. ولكن عندنا الآن بالصورة اللي ظهرنا فيها في هذه الدورة هذه، فصاروا المنتخبات يبحثوا عليهم أنهم يلعبونا، وهذا كله شيء جيد ومكسب كرة القدم الأردنية. آخر سؤال. محمد عمر، منصة حدث الرياضة الإماراتية. مدرب، حابين نسألك شو رسالتك للجمهور الأردني بخصوص المشاركة المقبلة في كأس العالم، وهل في لعيبة حجزوا مقعد في كأس العالم في قائمتك؟ وحاب أسألك، قبل فترة شفنا كلام عن لاعب محترف ذو أصول أردنية يدعى بأحمد قاسم، هل ممكن أن نشوفه في المونديال؟ بالنسبة للائحة تاع اللاعبين، تنظن بأن كرة القدم يعني فيها مجموعة من العوامل ومجموعة من الأحداث اللي تتوقع في أي لحظة. شفنا كيف تصاب لنا يزن النعيمات، ومازال يعني وقت طويل على كأس العالم، ولا لاعب ممكن يحكي لأنه حجز المقعد تاعو المكان تاعو في اللائحة، لأن أحداث التباري فهي تتبقى واقع لازم نتعاملوا معه. بطبيعة الحال احنا الدور تاعنا هو تكون عندنا لائحة موسعة في جميع المراكز، ثم مع اقتراب الموعد تاع الإعلان فتكون شد كبير يعني على المراكز وعلى الانتباه ويعني والانتقادات تاع المدرب والحكي على هذا اللاعب أفضل من هذا اللاعب وعلاش خدا هذا اللاعب. احنا عندنا طريقة ديال تقييم اللاعبين، طريقة حديثة تنشتغلوا بها. عندنا بالنسبة للاعبين الممارسين في دوريات أجنبية ما عندناش لاعبين كثار، احنا تنبحثوا على لاعبين اللي ممكن يعزوا التركيبة البشرية في المستقبل، وأي لاعب عنده الإمكانية أنه يقدم الإضافة فهو مرحب به، لأن هذا منتخب الأردن. احنا عشنا هذا الشيء من قبل في المغرب، كنا تنبحثوا على لاعبين اللي يقدموا الإضافة، والآن صاروا عندنا يعني حيرة في الخيار. نتمنى أن كرة القدم الأردنية في المستقبل يصيروا عندها عناصر كثيرة اللي تسهل على المدرب أنه انتقاء الأفضل منها باش يجهز منتخب اللي يليق بالطموحات تاع الجماهير الأردنية، اللي بطبيعة الحال بعد التأهل التاريخي المنتخب تاعها فهي كلها طموح على أنها تظهر بشكل مشرف وأنها تستمتع، خاصة أننا جينا ضد الأرجنتين. يعني الأرجنتين باللاعب تاع ميسي لآخر كأس العالم بالنسبة ليه مع منتخب عربي الجزائري، وبالتالي المنتخب الجمهور الأردني عنده طموح أننا نظهروا بشكل جيد، ولما لا أننا نحققوا مفاجأة وأننا نروحوا الدور الثاني إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا كابتن جمال، توفيق لك في المستقبل إن شاء الله. شكرا.